مواجهة فيها الكثير من الأرقام والإحصائيات والأشياء المنتظرة وقراءات ما قبل هذا اللقاء. مواجهات أفريقية تتكرر خلال السنوات الماضية وكانت حاضرة بشكل مستمر ما بين الفريقين لمشاركاتهم المستمرة ولحضورهم الكبير ولتاريخهم في هذه البطولة ولعراقتهم وجماهيريتهم وتمكنهم الدائم من خلال ما شاهدناه في سنوات وسنوات، وحضورهم أيضا من خلال منافسات هذه البطولة. دخول الفريقين إلى أرضية ميدان حماد العقربي وبعد ذلك بانتظار صافرة البداية وانطلاقة استعادة الصورة التي يجب أن يكون عليها نادي النجم من خلال محاولة ملعوبة أمامية لكن أيضا تغطية وبعد ذلك تسديدة من مسافة في مواجهات أخرى على مستوى هذه المجموعة. كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن عيسى فوفانا في التوقيت المناسب. فوفانا يتصدى للكرة الماثية وللمحاولة في التوقيت المناسب، وأسامة عبيد هو اللي راح ينفذ الكرة والمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. التدخل الدفاعي واضح حقيقة من خلال كمية المياه الموجودة في أرضية الملعب. كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة لا زالت مستمرة. سيكون تأثير أرضية الميدان كبيرا على مدافعي المرتدات ويعمل على تحقيق انتصار جديد. كرة بمحاولة وتسديد الذي سدد الكرة والمحاولة الماضية لكن محاولته إلى خارج خلال هذه المواجهة. كرة بانطلاقة في الجهة اليمنى لمصلحة الهلال. التوغل داخل منطقة الجزاء. تصدي يأتي من الإجمال علي الإجمال في التوقيت المناسب ولمصلحة أزرق وكرية أولى لمصلحة الفريق الضيف هنا في أمام جان كلود. تعود بعد ذلك أمامية خطيرة سهلة تصل عند حارس خضر رسمية إلا مع منافسات البطولة دوري أبطال أفريقيا. كرة بعد التمريرة والمحاولة الماضية التي كانت يبدو عن طريق من بداية أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا. كرة بمحاولة قوية جدا لكن حارس المرمى فوفانا يتصدى لمصلحة النجم. المحاولة والكرة بإقدام لؤي بن حسين داخل منطقة الجزاء. عرضية مرت إلى خارج أرضية يبحث عن من يعيد الكرة بعد ذلك قصيرة ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء وعلي يتدخل ويتقدم لقدامسي والركنية ملعوبة والرأسية موجودة. التزلج على المياه أمامية خطيرة جدا إلى محمد عبد الرحمن. لا 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 الغربال عبد الرحمن كاد أن يقتنص المرتدة وكاد أن يصل إلى أول أهداف اللقاء لكن بعد ذلك مين هلال ملعوبة عن طريق عبد الرحمن لا زالت مستمرة وقائمة. تسديدة في المرة الأولى لا زالت حاضرة لمصلحة الهلال داخل علم تماما بأن تونس في كرة ومحاولة وتسديدة تصل عند علي الإجمال سيطر على كرته بالشكل المطلوب في الكرة والمحاولة الماضية. بعيدة لكن يسدد بشكل مباشر جدا. تشكيلة منتخب السودان أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء. فوفانا يتصدى فوفانا ويبعد ازداد في العاصمة المصرية القاهرة. كرة بمحاولة رأسية تأتي لكن في أخيرة عن فرصة الهدف الأول. كرة ملعوبة عرضية داخل المنطقة. الهلال في محاولة ملعوبة داخل المنطقة خطيرة جدا وبعدت من أمام ياسر من أمام المرمى. يجب أن يكون هنالك دراية بكيفية التعامل مع مثل هذه العرضية داخل منطقة الجزاء. وصلت إلى محمد عبد الرحمن. تسديدة تأتي من محمد عبد الرحمن لكن تصطدم وتتحول إلى لا زالت مستمرة وقائمة. عرضية داخل منطقة الجزاء ثم بعد ذلك أيضا علي الإجمال وعلى مرتين لكن في المرة الثانية الكرة مستمرة. عرضية داخل منطقة الجزاء لا زالت قائمة. لمسة يد موجودة وحكم المباراة
يشير إلى وجوده ولأهدافه في بطولة أفريقيا هذا الموسم. كرة بمحاولة رأسية لكن إلى خارج أرضية الميدان. ما يحسب على عماد بن يونس أن الفريق الآن الهلال يصل إلى الكثير من الإقناع ويبحث عن هدف أول. كرة داخل منطقة الجزاء بعيدت في الجانب المقابل البحث عن المرتدة لكن لم تكتمل. ننتظر من يخرج. كرة المحاولة الآن تسديد سيدي بي وبالقدم اليمنى الصاروخية في شباك الحارس السوداني والحارس الإيفواري فوفانا. يسجل سيدي بي ويعلن عن أول أهداف اللقاء. هدف صاروخي بغاية الروعة ومن خارج المنطقة بأقدام الكاميروني. يعلن الأفراح في رادس ولمصلحة الإتوال ويعلن عن أول أهداف النجم في ليلة غائمة. يظهر النجم في سماء تونس، يظهر في سماء تونس. هذه الكرة، هذه المحاولة وباللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة الثلاث سيتساوى مع الهلال بنفس الرصيد برصيد من أجل تحقيق الانتصار لإبقاء كل الاحتمالات. محاولة ملعوبة خطيرة داخل منطقة الجزاء والتدخل وكرة بعد ذلك إلى علي الجمل. علي الجمل يسيطر على كرة من أمام خط. بعدها دانيال ليريا يعلن نهاية أحداث شوط المباراة الثاني وهذه المواجهة بانتصار لمصلحة النجم بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب جاكم بي. هنا سجله في شوط المباراة الثاني وفي الدقائق الأخيرة سجل النجم أخيرا هدفا كان كافيا